السلام عليكم طلابنا الحلوين، طلاب الصف السنة الإعدادي، عاملين إيه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. الحمد لله ربنا كرمنا، خلصنا الوحدة الأولى، والنهاردة إن شاء الله هنعمل لكم مراجعة عليها شاملة، وبعد كده إن شاء الله امتحان شامل على الوحدة الأولى. وأول سؤال معانا وبيقول لك الوسط المتناسب بين العددين 4 و9. كلمة الوسط المتناسب القانون بتاعها موجب وسالب جذر الأول في الأخير، يعني موجب وسالب جذر 4 في 9 هنعملها على الآلة هتطلع موجب وسالب 6. ده كده إجابة أول سؤال معانا. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان إكس على 3 بيساوي واي على 4 بيساوي إكس زائد 2 واي على كي، فإن كي بتساوي. قلنا في السؤال اللي زي كده إحنا بنشوف إيه اللي حصل في المسألة وبحاول أطبق عليه واحدة واحدة. يعني إيه؟ يعني هو هنا إكس على 3 بيساوي على 4 بيساوي إكس على 2 واي زائد كي. طيب هو عمل إيه؟ جمع النسبة الأولى زائد 2 في النسبة التانية. طب لو جينا كده طبقنا الكلام ده هنيجي نقول له يا عم هنجمع النسبة الأولى اللي هي إكس زائد 2 في واي يبقى 2 واي، وزي ما عملت في البسط هعمل في المقام، هجمع برضو مقام النسبة الأولى على 2 في مقام النسبة التانية، يبقى 3 زائد 2 في 4 ب8. الكلام ده هيساوي نفس المقدار اللي هو مديهولك. يعني معنى كده هنا ان انت عندك الكي، معلش نصغر الخط شويه، الكي هتساوي 3 زائد 8 بتساوي ايه؟ 11، يبقى قيمه الكي ب 11. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك 8 a بيساوي 2 b، فان a على b. احنا اتفقنا السؤال ده جميل خالص، الاي بياخد رقم البي والبي بياخد رقم الاي، يبقى الاي هياخد الاثنين والبي هتاخد الثمانية. طب 2 على 8 دي مقدارها بايه؟ بربع. طبعا بتجيبها على الآلة مفيش مشكلة تطلع بربع. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك الاي على البي برضو بيساوي 3 على 4، اوجد قيمة 4a ناقص 3b زائد 7. هنا المقدار اللي زي ده بنشتغل بطريقة الفرض، الاي بياخد التلاتة والبي بياخد الاربعة، يبقى نقول له a تساوي 3k والبي تساوي 4k. كل رقم بياخد اللي قصاده او كل رمز بياخد اللي قصاده. طب تعالى نعوض 4a يعني 4 في قيمة الاي. طيب يبقى 4 في 3 ب 12، يبقى دي 12k ناقص 3b يبقى 3 في b يبقى 3 في 4 برضو ب 12k زائد 7 يبقى زائد 7. 12k ناقص 12k بصفر، يبقى الناتج هنا يطلع بايه؟ ب7. طيب السؤال اللي بعده قال لك اذا كان 3 على m بيساوي 7 على n وان ناقص m بيساوي 20 فوجد قيمة الام. سؤال جميل جدا برضو نفس اللي كنت عامله فوق. هنا هنفرض الام ب 3k والان ب 7k عادي، ممكن تفرض الرمز باللي فوق او باللي تحته. يبقى عندنا هنا هنفرض ان الام ب 3k والان ب 7k. طيب تعالى نشتغل في المعادلة. بقول لك ان ناقص ام بيساوي 20، الان يبقى 7k ناقص 3k يساوي 20. تمام نكمل الحل. 7 ناقص 3 يبقى 4k تساوي 20. هقسم على الأربعة والأربعة تبقى الكي تطلع ب5. أيوة يا مستر بس هو مش عايز الكي، هو عاوز الام. طيب يا عم ما أنا فرض الام بكام؟ ب3k يعني 3 في 5. ف3 في 5 بكام؟ ب15، يبقى قيمة الكي ب15 أو قيمة الام قصدي ب15. طيب بيقول لك إذا كان A على B بيساوي B على C، فإن A على C هيساوي إيه من القيم اللي هو مديهاني. برضو المسألة زي دي اشتغلها فرض عادي جدا. طب ده يا مستر تناسب عادي ولا تناسب متسلسل؟ أنا بعرفه من خلال النسب اللي عندي. مقام الأولى بقى بسط التانية يبقى ده تناسب متسلسل على طول. طيب الفرض بتاع التناسب المتسلسل البي تساوي سي كي والاي تساوي سي كي اس 2. طيب تعالى بقى نعوض. قال لك ايه على سي
هنشيل قيمة الاي ونحط مكانها سي كي اس 2 على السي، هنشيل السي مع السي يبقى الناتج يطلع كي اس 2. طب انا ما عنديش كي اس 2، ما احنا هنشوف مين القيمة من دول تدينا كي اس 2. سريعا كده التعويض بتاعنا، قال لك البي اس 2 بديهي مش هتديك كي اس 2، لان البي اس 2 هنا تبقى سي اس 2 كي اس 2، يبقى مش دي. طيب اي زائد بي على بي زائد سي، الاي زائد البي يعني عندنا هنا هتبقى التعويضه بتاعت الاي زائد البي، الاي بسي كيو اس 2 سي كي اس 2 زائد البي اللي هي سي كي اهو على البي اللي هو برضو سي كي زائد سي. هناخد من هنا سي كي عامل مشترك، هيتفضل لك كي زائد 1. وهناخد من هنا سي عامل مشترك، هيتفضل لك برضو كي زائد 1. هنشيل السي مع السي وكي زائد 1 مع كي زائد 1 دي طالعه لك بكي، انما الثانيه كي اس 2، لا مش نفس التعويض. طب تعالى هنا اي اس 2 على بي اس 2. الاي اس 2 احنا قلنا دي عباره عن ايه؟ الاي اس 2 هتبقى سي اس 2 كي اس 4، لما عندك اسس فوق بعض بضربهم في بعض، فتبقى دي سي اس 2 كي اس 4 على بي اس 2 البي بسي كي يبقى سي اس 2 كي اس 2. نختصرهم مع بعض، وكي اس 4 على كي اس 2 هتدينا كي اس 2، يبقى هي دي زي دي، يبقى نفس التعويضه بتاعتنا. بص كده في السؤال ده ليه طريقتين. اول طريقه ان انت تشتغل الفرض. طب هفرض ازاي؟ هنعتبر وليكن ان الربع دي كلها كي لو تفتكر، وده تناسب متسلسل ليه؟ مقام الاولى بسط الثانيه، مقام الثانيه بسط الثالثه، وهكذا، يبقى ده تناسب متسلسل. كنت بفرضه ازاي؟ كنت بقول لك ان السي بيساوي دي كي والبي دي كي اس 2. طب الكي اللي بالنسبه لي مين؟ الربع، يبقى السي بربع دي والبي بربع اس 2 دي اللي هي تبقى 1 على 16 دي، والاي بربع اس 3 دي اللي هي 1 على 64 دي، وعوض فوق وعوض تحت عن البي والسي والدي والكلام ده كله. او لو طالب ناصع واخد باله من خواص التناسب هيقول لك بص يا مستر، هو هنا دلوقتي لو انا جيت مش هنا مجموع المقدمات على مجموع التوالي بيساوي احدى النسب؟ طب ما احدى النسب عندك اللي هي مين؟ اللي هي الربع، يبقى معنى كده مجموع المقدمات على مجموع التوالي يطلع بيساوي ايه؟ ربع، احدى النسب. طيب تعالى معايا على السؤال اللي بعده. لو اجي قال لك اذا كان 2 A بيساوي 3 B بيساوي 4 C فإن A إلى B إلى C تساوي كام؟ عشان أجيب قيمة ال A إلى ال B إلى ال C لازم أخلي ال A على رقم بيساوي ال B على رقم بيساوي C على رقم. طب هنا مضروبين في بعض، هقسم على كام؟ هشوف رقم هما التلاتة بيقبلوا عليه. طب الاتنين والتلاتة والأربعة بيقبلوا على كام؟ لو أنت مش قادر تحدد إن هما مثلا بيقبلوا على ال 12 اضربهم في بعض. يبقى 2 في 3 ب 6، 6 في 4 ب 24. يا مستر مش انت بتقول 12؟ يا عم اقسم على ال 24 وبعد كده ترجع تختصر في الاخر. طب لو عينيك جابت ان هما الثلاثه بيقبلوا على ال 12، خلاص يبقى نقسم على ال 12 مره واحده اهو. طيب لما اقسم على ال 12 على الاثنين فيها الواحده على الاثنين فيها السته، يبقى اول واحده ايه على 6 تساوي على الثالثه فيها الواحده على الثالثه فيها الاربعه يبقى بي على الاربعه تساوي على الأربعة فيها 1 على الأربعة فيها التلاتة يبقى سي على التلاتة، فتبقى النسبة 6 إلى 4 إلى 3 اللي هو الاختيار ب. طب قال لك إذا كان إكس و8 وإكس تربيع في تناسب، كلمة تناسب وده مديك 3 نسب يبقى ده معناها تناسب متسلسل. قال لك فإن قيمة الإكس خلاص اشتغلها تناسب متسلسل، الأول على التاني اللي هو إكس على 8 بيساوي التاني على التالت اللي هو 8 على اكس تربيع، واعمل طرفين في وسطين، اكس في اكس تربيع يبقى اكس تكعيب بيساوي 8 في 8 ب 64. طيب هنجيب قيمة الاكس، خد الجذر التكعيبي يبقى الاكس عندك ب 4، يبقى قيمة الاكس 4. طيب اللي بعده شغل الاثباتات بقى والكلام ده كله. قال لك اوجد العدد الذي إذا أضيف إلى كل من الأعداد 4 و3 و16 و13 فإنها تكون متناسبة.
احنا قلنا السؤال بتاع اوجد العدد، بضطر اعمل ايه؟ بنقول له نفرض العدد. طب هنفرض العدد ايه؟ نفرض العدد اكس. قال لك اذا اضيف يبقى هنجمعه، هتبقى دي اكس زائد 4 والتانية اكس زائد 3 والتالتة اكس زائد 16 والرابعة اكس زائد 13. طيب هنقسم اكس زائد 4، طبعا ده تناسب عددي لكن مالكش تناسب متسلسل، يبقى اكس زائد 4 على اكس زائد 3 يساوي اكس زائد 16 على اكس زائد 13. طيب وبعد كده هنفكها، هنعمل طرفين في وسطين، اكس في اكس باكس اس 2، اكس في 13 ب 13 اكس، وبعد كده 4 باكس ب 4 اكس زائد 4 في 13 ب 52. طب ده الطرف الاولاني بيساوي الطرف الثاني اكس في اكس باكس اس 2 ممكن نكتبها تحتها كده، واكس في 3 ب 3 اكس، 16 في اكس ب 16 اكس، و16 في 3 ب 48. طيب لما الاقي طرفين متساويين نفس الرمز بنفس الاشاره، بس ده في المعادله متساويين نفس الرمز بنفس الاشاره، فهنشيلهم مع بعض. طب تعالى نجمع 13 اكس مع 4 اكس يبقى 17 اكس زائد 52 يساوي 3 و16 يبقى 19 اكس زائد 48. هنجيب الاكسات في طرف والارقام في طرف، يبقى هنا 52 هتثبت، هجيب لها 48 بعكس الاشاره يبقى سالب 48 يساوي 19 اكس هتثبت، هجيب لها 17 بعكس الاشاره. طيب 52 ناقص 48 هيبقى 4، و19 ناقص 17 يبقى 2 اكس، هقسم على الاتنين تبقى الاكس ب2. ده كده ايجاد قيمة اكس. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك اذا كان بي وسط متناسب بين A و C فاثبت. طيب هنا الاثبات ده تعالى نجيب مع بعض صفحة جديدة. بيقول لك A وسط متناسب بين، او البي وسط متناسب بين الاي والسي، يبقى هنقول له A وبي وسي. طبعا ده كده تناسب متسلسل طالما 3 كميات، يبقى A على B تساوي البي على السي تساوي الكي. طيب البي تساوي سي كي، والاي تساوي سي كي اس 2. ده الفرض بتاع التناسب المتسلسل. طيب تعالى نكمل مع بعض. قال لك اثبت ان A تربيع زائد B تربيع، او A تربيع على B تربيع زائد B تربيع على C تربيع بيساوي 2 A على C. طيب تعالى نعوض كده بالراحة. A تربيع على B تربيع A تربيع على B تربيع اهو، يبقى ده الطرف الايسر. A تربيع هيبقى C اس 2 K اس 4 عشان بضرب الاسس في بعض، على B تربيع هيبقى C تربيع K تربيع. طب في الاختصار هنشيل السي تربيع مع سي تربيع، وكي اس 4 على كي اس 2 هناخد منهم واحده تبقى كي اس 2 زائد، قال لك ايه، بي اس 2 على سي اس 2. طيب بي اس 2 على سي اس 2، بي اس 2 اهو اللي هو زائد سي اس 2 كي اس 2 على سي اس 2، فده هيطير مع ده هيتفضل لك كي اس 2 بس، دول مجموعهم ب 2 كي اس 2. ده الطرف الايسر. طب الطرف الايمن قال لك 2 اي على سي، 2 اي يعني 2 كي في سي اس 2. طيب على، او قصدي 2 اسف
2 سي على كي اس 2 على سي. السي هتطير مع سي بره، يتفضل لك 2 كيو اس 2، تبقى هتقول له الطرفان متساويان. ركز جدا في حته الاثبات. طيب السؤال اللي بعده قال لك اذا كان اكس زائد واي على 10 بيساوي واي زائد زد على 9 بيساوي زد زائد اكس على 11، اوجد قيمه المقدار ده. طيب يا مستر هنجيب قيمه المقدار ده ازاي؟ تعالى كده معايا واحده واحده مع بعض، ننقلها بس في الصفحه الثانيه دي كده. نجيب لك صفحه جديده يا عم. اكس زائد واي على 10 اكس اكس زائد واي على 10 يساوي واي زائد زد على 9 واي زائد زد على 9 يساوي زد زائد اكس على 11 زد زائد اكس على 11. اثبت بقى مين الطرفين دول. اكس زائد واي زائد زد على واي ناقص اكس، اكس زائد واي على اكس زائد واي زائد زد على واي ناقص اكس. عشان نتأكد اكس زائد واي على زد زائد واي زائد زد بيساوي واي ناقص اكس. طيب تعالى كده نشتغل مع بعض بالراحة. لو جينا بصينا على الجزئية دي اكس زائد واي زائد زد، يعني اجمع كده الثلاث نسب على بعض. لو جينا جمعنا الثلاث نسب هيبقى عبارة عن اكس زائد واي زائد واي زائد زد زائد زد زائد اكس. طيب زي ما جمعت البسط هجمع المقام 10 و9 19 19 و11 هيبقى 19 و11 اشتغل يا حاج. 19 زائد 11 هيبقى 30 وهنا 30. طيب تعالى نجمع اكس واكس يبقى 2 اكس زائد واي واي يبقى 2 واي زائد زد وزد يبقى 2 زد على 30. طب هنختصر على الاتنين، هناخد الاتنين بره مشترك، فهيتفضل لك اكس زائد واي زائد زد هقسم فوق وتحت على 30 يطلع ب 15. ده كده بيساوي احدى النسب. طب مثلا انت جبت لي من ده كده البسط على المقام، يعني معنى كده ان واي ناقص اكس ب 15؟ لا، انا عايز اجيب كلمه واي ناقص اكس لوحدها. طب هجيب واي ناقص اكس ازاي؟ لو طرحت النسبه الثانيه من الثالثه. طب تعالى كده نطرح النسبه الثانيه من الثالثه. طبعا الكلام ده بيساوي احدى النسب. طب لو طرحت النسبة التانية من التالتة هنطرح واي زائد زد، لما اطرح بغير شرط الحاجة التانية يبقى ناقص زد ناقص اكس على 9 ناقص 11 اللي هو بالنسبة لك هنا يبقى سالب 2. الزد هتطير مع الزد هيتفضل لك واي ناقص اكس تساوي سالب 2. برضه ده بيساوي احدى النسب. طيب بيساوي احدى النسب يبقى هتساوي نسبتين ببعض، اكس زائد واي زائد زد على 15 بيساوي دي واي ناقص اكس على سالب 2. طب هو هنا خد البسط الاولى على بسط الثانيه، يعني مقدم على مقدم، هيساوي تالي على تالي اللي هو 15 على سالب 2، يعني سالب 15 على 2. ممكن تطلع السالب فوق. طيب تعالى معايا كده على المثال اللي بعده. طيب قال لك إذا كان A و B و C و D في تناسب متسلسل اثبت. هنقول له A على B بيساوي B على C بيساوي C على D بيساوي K، وتفرض الفرض عندك وتعوض في الطرفين وتطلع القيمة. طيب السؤال اللي بعده قال لك A على B بيساوي 5 على 4 فما قيمة 2 A زائد B على 2 A ناقص B. لسه حلين واحدة فوقها، هنفرض ال A ب5 كي وال B ب4 كي وتعوض وتجيب قيمة المقدار.
طيب قال لك إذا كان إكس على 4 بيساوي واي على 5 بيساوي زد على 3، فما قيمة إكس ناقص واي زائد زد على إكس زائد واي ناقص زد؟ برضه نفس الموضوع. هنفرض عندنا إن الزد ب3 كي، الواي ب5 كي، الإكس ب4 كي، وتعوض وتطلع قيمة المقدار. إذا كان إكس وواي و16 في تناسب وإكس زائد واي بيساوي 12، فوجد قيمة كل من إكس وواي. طيب تعالى أحل معاك المسألة دي برضه عشان فكرة كويسة. هنا هنقول له الإكس طبعا تناسب، طالما طلعت قيمة يبقى على طول إحنا عرفنا إن هو تناسب متسلسل، يبقى إكس على واي بيساوي واي على 16 بيساوي الكي. هنفرضها إزاي يا مستر؟ هتقول له الواي بتساوي 16 كي والإكس 16 كي أس 2. هنيجي نعوض في العلاقة اللي موجودة، هيبقى عندك الإكس اللي هي 16 كي أس 2 زائد الواي اللي هي 16 كي يساوي 12. دخل ال 12 جوه بعكس الإشارة يبقى ناقص 12، الكلام ده بيساوي 0. طيب لو لاحظت كده ده تحليل. طيب التحليل عشان كانت الناس بتسأل وانا ممكن اعمل التحليل على الآلة؟ مفيش مشكلة. طب اعمله ازاي على الآلة؟ هتدوس على زرار المود، ولازم يكون عندك نظام الاي كيو ان ده اللي هو مكتوب جنبه 5. هنكتب 5 وهندوس 3 اللي هو الاكس تربيع والاكس والسي، هندوس 3. اكتب الارقام عندك، الكي تربيع المعامل بتاعها 16، يبقى هتكتب 16 يساوي الكي المعامل بتاعها 16 برضو، يبقى 16 يساوي الحد المطلق المعامل بتاعه -12، يبقى -12 يساوي، وادوس يساوي تاني. يبقى اول قوس لو احنا عايزين بقى نكتب الاقواس، هنكتب اول قوس عندنا. طيب هكتب الاقواس ازاي يا مستر؟ هكتب المقام مع الاكس او مع الكي بقى بالنسبه لك، فيبقى عندك القوس الاولاني 2 كي، وكان هو طلع بالموجب اخره بالسالب يبقى -1. طب القوس التاني هدوس يساوي تاني، هيقول لك برضو يبقى المقام هيتكتب مع الكي، يبقى 2 كي وكان طالع بالسالب هناخده بالموجب، الكلام ده بيساوي 0. قسم الكراسة نصين، يبقى 2 كي ناقص 1 تساوي 0، يبقى الكي بنص زي ما كانت طالعة عندك في الأول. وهنا 2 كي زائد 3 تساوي 0، يبقى الكي بسالب 3 على 2. طب معلش يا مستر انت بتقول لي كي، هو الراجل عاوز اكس وواي، ما تعوض يا عم، ما انت فرض الاكس وفرض الواي اهو. يعني معنى كده ان الاكس لها قيمتين والواي لها قيمتين. ايه المشكله؟ ما انت عندك دي معادله تربيعيه. طيب يبقى عندك الاكس هنقول له في مره 16 في قيمه الكيو اس 2 الاولانيه اللي هي نص اس 2 وتطلع الناتج على الاله. بعد كده 16 في قيمة الكي التانية أس 2 يبقى -3 على 2 الكل أس 2 وتطلع الناتج على الآلة. قيمة الواي نفس الفكرة بس من غير الأس 2، يبقى 16 في نص مرة، والواي بتساوي 16 في -3 على 2 مرة. وبكده يبقى احنا رجعنا معاك على الوحدة الأولى، ونعتذر لو في خطأ أو في سهو. ربنا يكرمكم إن شاء الله ويوفقكم في اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.